السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، قناه اناني تترحب بكم. اليوم ما نناقش معكم واحد الموضوع ديال افارقه جنوب الصحراء. هاد الافارقه حقيقه موضوع ديالهم شائك وخطير جدا، يعتبر قنبله موقوته. اشنو وقع هذه الايامات. بداية اختصارا تنظن فقط أن يمكن شنو وقع في سميتو في طنجة. سرقوا واحد القصري ديال الذهب، مع المهم عدد كبير ديال اصحاب الذهب في طنجة، وقتلوا العساس ديالهم. المهم بداو تيقلبوا، ما لقاوش هذوك الشفاره اللي ما عندهمش بصمات. اذا في الاخر بلا ما نطول عليكم، في الاخر باش لقاوهم جات واحد المراه سوداء البشره، جات من جنوب الصحراء، من السنغال ولا غانا ولا نيجيريا، تتبيع لواحد السيد مول الذهب، ولكن جابت عرام ديال الذهب، عرام كبير. قال لها واش تخدمي في الذهب، واش تديري في الذهب؟ وهذا ما بقات تتفتف في الهضره. المهم بقاو تيديروا التحريه ديالهم الشرطه، حتى وصلوا بانها قالت لهم اودي راه ماشي انا، راه عندي 3 ديال الاصدقاء من جنوب الصحراء. جنوب الصحراء انا قلت لكم اما من غانا ولا من جنوب، المهم كاميرون ولا من شي دوله. من سرقوا الذهب، ولكن كميه كبيره ديال الذهب، وداو وتيبيعوه وتياكلوا منه وتيتكساو وتيشريو سيارات الى اخره. فين مشاو؟ سرقوه من تما ومشاو للدار البيضاء. ملي مشاو للدار البيضاء، مشاو عندهم البوليس يقلبوا عليهم، لقاو معاهم من لهنا لقاوهم بثلاثه. واحد منهم هو يعترف، قال لهم هو اللي قتل العساس ديال الذهب ديال هذيك القيصريه، وهو كان صديق ديالو، كان تيشطب هاز الشطابه وتيشطب. المهم هذوك الناس صحاب القيصريه داروا فيه الخير وعطاوه سميتو. المهم تيوكلوه يشربوه الى اخره، وتيتهلاو فيه، تيخلصوه اللي كتب الله. في الاخر هو عرف الوقت ديال داك العساس، وقتاش تينعس وقتاش تيفيق. في الليل تينعس تقريبا ثلث ساعه وتيعيش ساعتين، وهو عارف التوقيت ديالو. جا قتلوه، داو الذهب الى اخره، باعوا اللي باعوا، وباقي لقاو باقي عندهم واحد الكميه، ما عرفت شحال من كيلو، عدد من الكيلوغرامات. هادشي بغيت نقول لكم، هذا الشيء بان راه قنبله موقوته. هاد الصحراء اللي تيجيو من جنوب الصحراء الافارقه راه خطير. هادشي راه وقع في الميريكان في 1920 1924 بحال هكاك، شي تقريبا واحد القرن ديال الزمن باش وقع في هادشي. كانوا تيمشيو للمافيا من ايطاليا وتيمشيو لتما وتيسرقوا. وحتى هاد الافارقه راه غيبداو يديروا نفس العصابات، غيبداو يسرقوا الذهب، غيبداو يقتلوا عباد الله، غيبداو يديروا جرائم. لهذا خاص الحكومه المغربيه دير الحيطه والحذر، ودير الاجراءات من اليوم، لان هادشي ولا تيتكاثر. وهما تيولدوا بزاف، تلقاهم عاد تيطلبوا، كنا نطلبوا والله تيطلبوا، وتلقى عندها 4 الاولاد 3 5 ومازال تيولدوا هما بزاف، وهادشي غادي يتكاثر في المغرب وخطير جدا. لهذا خاص المغرب ياخذ الحيطه والحذر ويدير اتونسيون منهم، ويدير لهم لا كارت ناسيونال باش يكون عندهم البصمات. وراهم خطر، قنبله موقوته في المغرب. وشكرا لكم.